الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. كتير قوي من أصحاب العربيات الأسوزو اللي هو الحقن إذا كان ال 109 وال 136 والعربية واقفة على الصلانسيه بيسمع كركرة في الفتيس. غير البلية، يعني يروح لواحد يقول له غير بلية، يغير البلية وغير الاسطوانة وهو الصوت. طب هل المشكلة ممكن تبقى في الفتيس؟ هو ده اللي احنا هنسأله النهارده مع المهندس حامد حرب، يقدر يقول لنا ايه المشكلة في موضوع الكركرة دي وهي واقفة على الصلانسيه. خليكم معانا ونشوف ايه اللي هنقوله. باشمهندس حامد، العربية ال 136 وال 109 وهي على الصلانسيه بتسمع كركرة، الراجل غير البلية وغير الاسطوانة وهو الصوت. هل ممكن يبقى الموضوع في فتيس ولا ايه؟ عمود الدريك يا باشمهندس. عمود الدريك مشرشره خفيف. عمود الدريك مشرشره خفيف. او زور الاسطوانه وحش. لا، عمود دريك وزور الاسطوانه. ومش شرط في الدماكس في اي عربيه. في اي عربيه. يعني الصوت ده ممكن في عمر العربيه. في العربيات كلها. لا يبقى زور الاسطوانه او عمود دريك. او عمود الدريك. طب احل ازاي ده بقى؟ الفتيس يتحل بقى وتشوف اللي مطلوب فيه ويتعمل. عايز عمود دريك يتغير عمود دريك كده. وزور الاسطوانه يعمل فيه ايه؟ والله لو زور الاسطوانه وحش يتغير اسطوانه، الدريك نفسه اللي وحش يتغير الدريك، الاثنين عايزين يتغيروا الاثنين يتغيروا. يعني هو الراجل دلوقتي غير الاسطوانه هو الصوت. لا، الدريك كده بايظ. الدريك عمود الدريك كده عمود الدريك كده وحش. انت لو غلطت اسطوانه الصوت ده هيمنع ايام وهيرجع تاني. فعايز اساله سؤال كل الناس سالتوني. العربيه ال 151 حساس التربو تملي بيبوظ، انا هساله السؤال ده ويقول لي ايه المشكله. تيجي نسمع المهندس حامد. 36 بقى. باشمهندس حامد، حساس التربو بيبوظ وشكاوي كتير في العربيه ال 151. هو يا باشا وضعه كده، هو وضعه كده يا باشا. هو وضعه كده، هو مستهلك. هو ليه؟ نازل، هو بيستهلك، هو نازل عيب فيه عيب. هو ده 151 يعني لسه العربيه ما عملتش حاجه. وفي ال 136 برضه بيبوظ برضه بسهوله. طب انا احل ازاي لو انا معايا عربيه 151؟ اتصرف ازاي يا باشمهندس؟ اعمل ايه لو انا معايا التربو ده بقى، الحساس تربو ده عمال يبوظ مني ويقرفني وكده؟ لا، هو في ال 136 ممكن تغير تربو، لكن في ال 151 ما قدامكش حل الا تجيبه. يعني ال 36 وال 109 لا، ال 109 مالوش حساس تربو. ملوش حساس تربو. لكن ال 136 اروح جايب لها تربو صغير. اجيب لها تربو صغير عشان اطلع انا من المشكله دي. مشكله. لكن ال 151 مفيش حل، لازم اجيب الحساس بتاعها. تمام. يعني عشان نطمن الناس، بس الناس متخيله ان هو يعني ان في عيب، ان في حاجه معينه. هو مستهلك. هو مستهلك كده. ملوش وقت معين يا باشمهندس حامد؟ لا يا باشا، هو انت لما بنعدله بنعدل في الكنترول وبنلغي التربو الكبير ونشغل تربو صغير. في ال 151؟ لا، في ال 136. طب ال 151 مفيش حلول؟ لا. لسه مفيش حلول. لسه مفيش حلول. يعني نطمن راكب 151 ان هو مفيش مشكله يعني. ان شاء الله. هي مشكله طبيعيه. ربنا يجعل لهم حل بقى باذن الله. ماشي يا باشمهندس حامد. ماشي يا رب.